اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقه عمل المكرونه بالفراخ بطريقه كده سهله وبسيطه وبجد تحفه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا معايا كيلو من المكرونه القلم، ومعايا نص كيلو من الطماطم، طبعا فرمة الطماطم دي في الخلاط، ومعايا بصلايه كبيره مقطعاها كده صغير خالص، ومعايا كده نص كيلو من صدور الفراخ مقطعهم كده مكعبات، يعني ايه، عصافير كده، يعني مقطعها حتت صغيره، ومعايا قرن فلفل حراق، ومعايا فصين من الثوم. الطريقه دي سهله جدا وتحفه جدا. المكرونه طبعا انا هعمل مكرونه مسلوقه مش محمره. تعالوا نشوفوا بقى هنعملها ازاي. انا كده حاطه حله على النار، اسيبها كده بقى ايه تغلي، الميه تغلي، احط بقى فيها معلقه ملح علشان احط فيها المكرونه تتسلق، وحاطه طبعا طاسه على النار علشان اشوح فيها البصل. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الطريقه دي جميله جدا، طعمها حلو وبجد تحفه، وتغيير كمان في المكرونه. احط كده معلقه سمنه كده اهو يا حبايب قلبي. طبعا السمنه دي اللي انا كنت عاملاها معاكم، اللي انا عملت فيديو ونزلته لكم، طبعا دي السمنه اللي انا عملتها معاكم اهي. شوفوا بتسيح ازاي وحلوه جدا. طبعا بعمل بيها الاكل حلو وحادق وكل حاجه، ولا كأنك كده جايبه سمن فعلا فعلا. احط بقى كده معلقتين كده ايه من الزيت علشان اشوح فيهم البصل. طبعا انا حطيت كده المكرونه علشان المكرونه تتسلق كده. اقلب طبعا المكرونه كويس جدا علشان اسيبها ايه تتسلق كده. اه يا حبايب قلبي، اقلب بقى المكرونه واسيبها تستلق كده ايه براحتها. وانا حطيت كده معلقه سمنه كبيره كده على معلقتين كده من الزيت. اسيب السمنه كده تتعمل شويه عشان اشوح فيهم الايه البصل. اه يا حبايب قلبي، هنشوح بقى البصل، هندي طبعا البصل تشويحه حلوه كده. عاوزه اقول لكم اللي انا السمنه اللي انا حطيتها دي السمنه اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو. نقلب بقى كده البصل، نسيب البصل طبعا يتشوح كويس جدا، وادي المكرونه طبعا بسيبها تستوي كده. الوصفه دي جميله جدا وبجد تحفه وتغيير كمان في المكرونه، يعني دي وصفه مكرونه يعني حلو. لو عندك كمان صدر بتاع فرخه عاوزه تعمليه، عندك نص صدر اللي انت حباه واللي عندك اعمليه. ولو مش عندك صدور بتاع فراخ تعملها ممكن باللحمه. ما عندكش لحمه ممكن كبد وقوانص، ما عندكش كبد وقوانص تعملها كده من غير اي لحوم، وبجد بتطلع تحفه. هقلب بقى كده. طبعا انا حطيت رشه معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود على البصليه كده وهي بتتشوح، تديني طبعا ريحه حلوه وطعم حلو. ما تنسوش بقى يا بنات تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه. طبعا اقلب بقى كده المكرونه كده كل شويه، يعني ايه بروح مقلباها كده تقليبه علشان كلها تستوي مره واحده. وادي البصليه كده بتتشوح. انا هحط بقى الايه، سبت البصليه كده تاخد لون كده بسيط خالص، وبعدين احط بقى الفلفل الحراق. الفلفل طبعا اختياري، عاوزه تحطي فلفل بارد فلفل حراق اللي انت حباه واللي انت عاوزاه اعمليه. انا طبعا حاطه كده قرن فلفل كده حراق، انا بصراحه بحبها كده سبايسي، يعني بحبها كده حراقه شوي. نقلب كده، بدل للفراخ للفلفل كده تقليبه حلوه كده مع البصل. المكرونه كده بدات قربت كده تستوي. هنحط بقى الايه الصدور الفراخ. طبعا الصدور دي حسب ما انت بقى عاوزه تقطعها كبير صغير، انا بصراحه مقطعها صغير كده علشان تبقى شكلها حلو كده، تديني شكل حلو وطعم احلى كمان. هنحط بقى يا بنات صدور الفراخ كده، نقلب بقى كده تقليبه حلوه.
طبعا الفراخ حسب بقى ما انت ما عاوزة تحط كمية قليلة، كمية كتيرة، كمية متوسطة، اللي انت حباه حطيه. طبعا انا هحط بقى كده فلفل اسود كده، اتبل بقى الفراخ، احط بقى كده فلفل اسود اهي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى نحط الملح، وبحط كده بهارات كده، انا عندي بهارات كده مشكلة، بحب كده احط لها شوية كده صغيرين. هنحط بقى كده الملح اهو يا حبايب قلبي. ندي بقى الفراخ تشويحه حلوه كده. طبعا اول ما بحط الفراخ ما اقعدش بقى اقلب فيها بقى كتير قوي كده عشان ما تنزلش ميتها. انا بقى هعمل كده الايه صلصه الطماطم بتاعه المكرونه. طبعا الحله اللي انا سلقت فيها هي اللي عامل فيها الصلصه. هحط كده معلقه كده من السمنه كده حلوه. هي دي السمنه اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو واللي انا نزلتها لكم. شوفوا اللي انا جميل ازاي وطعمها بجد تحفه. هنحط بقى هنحط معلقتين كده من الزيت علشان اشوح فيهم التوم. طبعا دول فصين من التوم، انا مش بحب التوم فيها كتير، دول فصين متوسطين كده من التوم. نقلب بقى كده، نقلب التوم كده لحد ما كده ياخد لون كده بسيط ويطلع كده الروائح الحلوة اللي فيه اهو يا حبايب قلبي. بعدين بقى سبت التوم يتشوح كده تشويحة حلوة، بعدين احط الطماطم اهو يا حبايب قلبي. كده حطيت كده الطماطم، احط كده معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهحط كمان معلقه صغيره من البهارات المشكله، وبعدين احط بقى ملح. هنحط بقى الملح، طبعا معلقه صغيره برضو كمان من الملح، وبعدين بقى اغطيها اسيبها بقى تتسبك كده براحتها. ادي الطماطم، شوف يا بنات شكلها حلو ازاي. طبعا الطماطم لسه هتتسبك تاني، انا عاوزاها تتسبك تاني. طبعا هي كده لسه ما اتسبكتش، بس انا حبيت اوريها لكم علشان كنت نسيت احط الشطه دي. طبعا شطه، عاوزه تحط شطه ماشي، مش عاوزه خلاص. انا بصراحه بحبها مشطشطه جدا، فانا حطيت معلقه كده صغيره من الشطه، واقلبها بقى تقليبه كده، وبعدين اسيبها بقى تتسبك كده براحتها. اعرف ازاي انها اتسبكت؟ بتلقى كده السمن طلع كده الماده الدهنيه كده طلعت من فوق الوش. ادي الفراخ. احط بقى الطماطم كده في الارضيه. طبعا الطماطم برضو دي عاوزه تحطي مثلا الفراخ من تحت، وتحطي نص المكرونه، وبعدين تحطي نص الصلصه، وبعدين تحطي المكرونه اللي انت حباه. ما انا بصراحه قلت احط كده الفراخ في الارضيه وصلصه الطماطم في الارضيه. بعدين بقى كده احط المكرونه، احط بقى المكرونه كده. طبعا طعمها كان جميل جدا، وتغيير كمان في المكرونات كده، بدل الطرق اللي احنا بنعملها على طول اهو يا حبايب قلبي. نعمل كده المكرونه علشان اروح مدخلها بقى اسيبها تخش في الفرن كده
بتاخد لون كده من فوق كده حلو. وهتقولي تاخد لون ازاي؟ مش انا علشان يعني مش هحطلها طماطم من فوق، لا انا بحب كده ادخلها الفرن كده 10 دقايق كده، بتديلي طعم حلو كمان وتديني كمان شكل حلو. اضغط بقى كده ضغطة بسيطة جدا علشان المكرونة كلها تتساوى اهو يا حبايب قلبي. بعدين كده ارش شوية كده من الفلفل الاسود. طبعا الفلفل الاسود ده اختياري، عاوزة تحط كده من فوق الوش ماشي، مش عاوزة انت حر. انا بصراحة كده بحب ادي كده رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود اهو يا حبايب قلبي. وبعدين ادخلها الفرن. ادي بعد ما طلعت طبعا هتلقى شكلها كده عامل كده شوية، لان انا بصراحة لما جيت اقلبها ما عرفتش اقلبها صح، فيها طلعت بقى كده. يلا الحمد لله. ما تنسوش بيها بنات بقى تدوسوا لايك واشتراك وتبعتوا لنا تعليق حلو. باي باي.